قبل أسبوع من الآن كشفت أسوأ حكومة واللي هي حكومة السوداني. هاي الحكومة هي لم تقدم ولم تتحرك ولم تسوي أي شيء لصالح الشعب، وظالين إحنا بس بهاي الدائرة المغلقة. نفس كل مرة وكل 4 سنين راح يجي الوزير الجديد وراح يعرض الأموال المسروقة، وكما فعل الذي قبله هم من اجى وعرض الاموال المسروقه. فما يهمنا التكرار، تكرار الامر لا يعني قله اهميته، بس السوداني لما اجى وعرض فلوس سرقه القرن، شلون قدر هو وزراء الحاليين انه يسرقون هاي المبالغ الطائله؟ انا وانت ما عندنا شيء يثبت على ان السودان سرق هاي المبالغ، ولكن اللي نعرفه انه وزير النفط اللي هو عدنان الجميلي سرق هاي المبالغ كلها. وبعيدا عن الذهب هذا والفلوس هاي والاسلحه هاي وهذا الاصفار، بعيدا عن هاي الامور كلها، انا سالت نفسي كم مره، قلت هاي الفلوس منين اجت اصلا بما انه احنا بلد فقير يعتبر؟ وتذكرت انه هو عنده النفط وهو وزير للنفط وهو متحكم باكبر دخل موجود عندنا بالعراق. قال الاكبر احنا وين كنا؟ احنا وين كنا عن هاي السرقات وهاي المبالغ اللي كلها كانت تروح؟ الجواب هو واضح وصريح، احنا كنا حايرين بابو جنة، وكنا حايرين بيوسف لاز، وكنا حايرين بالمحتوى الهابط، وكنا حايرين بهاي الامور اللي ما لها اي داعي. وبالنسبة إلي والأمثالي أنا كنت حاير بابو جنة وموضوع غسيل الأموال مالته، وهل هو فعلا كان يغسل له ولا لا. خلينا نشمر ال4 سنوات القديمة بالزبالة وخلينا نفكر بحالنا حاليا. أولا عدنان الجميلي وبسرقة مبلغ ما أقدر أذكره العدم الدقة مالته، لأن هو يوميا جاي يزداد. حاليا صيف واللي هي بنفس المشكلة مال عدنان الجميلي، هم ما أقدر أذكر الرقم اللي هي سرقته العدم الدقة مالته، بعيدا عن الأحصنة وبعيدا عن هذا الذهب وبعيدا عن هاي الفلوس. وبالنهاية شكرا وزرائنا على كل شيء، شكرا على كل شغلة قدمتوها لنا، شكرا لأننا إحنا بلاد النفط بس ما عندنا نفط، شكرا لأن إحنا بلاد النفط فبالتالي عندنا طاقة بس بنفس الوقت ما عندنا كهرباء، لأننا بلد يؤمن بالله وبرسوله ونرفع شعارات الدين دائما ونؤيده، ولكن مرات ما نمشي عليه. وكل هاي التشكرات اللي قدمتها أنا لحضراتكم هي سؤال بنفس الوقت، ليش ما جاي نتعين وما جاي ناخذ حقوقنا؟ بسبب شنو وعلى مود شنو الذنب اللي سواه الإنسان العراقي إنه هو ينولد بهاي البقعة البائسة؟ أعرف أنا أصلا كلامي لا راح يقدم شيء ولا راح يأخر شيء ولا راح يمحي القضية مالتكم ولا راح يبقيها موجودة للأبد، هي راح تنسي كما نست السابقة ونست اللي قبلها ونسينا اللي قبلها واللي بعدها والمستقبلية والجاية. وبالنسبة لموضوع العملة أيضا شكرا لكم لأن خليتوا العملة مالتنا تقل نسبتها بسبب كثرة كمياتها، وكل ما كثرت كمية الشيء كل ما قلت قيمته. شكرا عاليا صيف، شكرا عدنان الجميلي، شكرا حكومة السوداني على هاي ال4 سنوات من الخدمة، لأن بهاي ال4 سنوات حتى من الزبالة أكلنا، وكل اللي ببالنا إنه إحنا بلد فقير.